السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح معايرة جهاز البليت لود تيست بتيجي إزاي. تمام. مبدئيا كده، طبقا للدن أو الاس تي ام، أنا بيبقى عندي هنا وليكن مثلا بليت قطر 30. أنا عندي هنا اللود اللي هو الحمل اللي هو بالكيلو نيوتن، والنورمال ستريسز اللي هي الإجهادات العمودية، ماشي، عندي بالميجا نيوتن على المتر المربع، اللي هي بتساوي نيوتن على المليمتر المربع اللي هي الميجا باسكال. تمام. الدن شغاله باللي هي بالميجا نيوتن على متر مربع، والاس تي ام شغاله بالوحدات العاديه بتاعتنا اللي هي الميجا باسكال اللي هي النيوتن على المليمتر مربع. طيب، انا دلوقتي عندي هنا لود بالكيلو نيوتن. طيب، انا الجهاز بيجي لي ده ضغط يعني بار، يعني لازم احول دلوقتي البار ده، البار ده وحده ايه؟ وحده حمل على مساحه. البار ده عايز احوله، ماشي، لفورس اللي هو الايه؟ اللي هو الكيلو نيوتن. طيب، اعملها ازاي بقى دي؟ تمام. طيب، البار ده هو وحدة ضغط سوائل. طيب، ما هو اساسا ال البستم دوت، ماشي، هو فيه اصلا زيت بيجري جواه، ده الضغط بتاعه ده بالبار. انا لا يفرق معايا لا بستم، ولا يفرق معايا بقى البار، ولا الزيت، ولا كلام من ده. انا دلوقتي راجل جاي لك بقول لك انا عايزك دلوقتي تشوف لي درجة الدمك بتاعت اللي هي القطاع اللي انا فردت مثلا عليه طبقة رملة ولا سن. انا عايزك تشوف لي القصة دي، يعني من الاخر كده. انا عايز اجيب دلوقتي اي واحد واي اتنين زي ما اتفقنا قبل كده، ماشي. فعشان نخلص من قصة البار ديت وننتقل للوحدات بتاعتنا اللي هي بقى الطن بقى والكيلو جرام على السنتيمتر مربع والقصة وعشان طبعا وسيتلمنت فيما بعد يعني، ماشي. يبقى هنعمل ايه؟ اول حاجة كده، انا عندي الواحد بار بيساوي 100 كيلو نيوتن على المتر المربع. بدأت تفتح معانا كيلو نيوتن ومتر مربع، يبقى احنا كده دخلنا في الوحدات بتاعتنا. طيب، كيلو نيوتن اللي احنا لسه شايفينه فين؟ في الدن، ماشي، هانت. طيب، انا دلوقتي انا عايز الكيلو نيوتن لوحده بس، يبقى انا لازم اتخلص من دي، من المتر المربع اللي هي وحده مساحه اهي. وحده مساحه يعني انا عايز اضرب هنا في البسط فوق في مساحه عشان اطير دي مع دي، صح ولا لا؟ يعني لازم يكون في هنا متر مربع هنا، الحته دي كده فيهم متر مربع، اشيل دي مع دي، ماشي. طيب، دي بقى اجيبها منين بقى؟ دي بقى من معايرة الجهاز. طيب، معايرة الجهاز هنا هو قال لك انها سي 25 10 سي. تمام. ادي الجهاز اهوت، دي كده بتيجي مع الجهاز بتاعنا. تمام، المعايرة اهي. وعندك هنا جدول في الخصائص، ماشي، اهي بيستم اهوت، قايل لك بقى ان السي ده كذا والاف ده كذا والاي ده كذا والبي كذا وكل القصص ديت، وعندي ليها جدول، ماشي. ده بيفكرنا بالجداول بتاعت الستيل بتاعتنا بتاعت زمان، الاي سيكشن والسي تشانل والاي بي اي وكل القصص ديت، ماشي. انا بقى اللي يهمني الجهاز بتاعنا اهوت سي 25 10 سي، ماشي. كل الخصائص او الابعاد بتاعته هي اهم حاجه. بقى انا عندي انا عايز ابص على المساحه بقى، هي دي سلندر افكتيف اريا السنتيمتر مربع، وعندي جنبها مين؟ البور دايمتر. هم دول اللي انا عايزهم. قال لك هنا المساحه 33.2 سنتيمتر مربع. جميل. طيب، 33.2 سنتيمتر مربع عايز احولها لمين؟ عايز احولها، تعالى بس هنا الاول. يبقى انا قلت دلوقتي ان الاريا بتاعتي، الاريا اهي بتساوي 33.2 سنتيمتر مربع. عايز احولها لمين؟ عايز احولها للمتر المربع. ليه؟ عشان اكافئ الوحده اللي فوق ديت عشان اقدر اطير ده مع ده. تمام. يبقى انت عندك الاريا هتساوي، اقسم الرقم ده على كام؟ على 100 اس 2. تمام. هيطلع لك كام يا معلم في الاخر هنا؟ بوينت 0.0
2 متر مربع. بس انا الرقم ده اللي انا عايز اوصله. فهتحط هنا يا معلم، هتضرب بقى، يبقى انت عندك هنا الواحد بار هتساوي 100 في مين بقى؟ في بوينت زيرو كمان 0.332. هيطلع لك هنا كام يا معلم؟ بالكيلو نيوتن. ماشي. طب الرقم ده بقى كله على بعضه كام؟ الرقم ده كله على بعضه بوينت 332 كيلو نيوتن. يبقى انا كده عندي الواحد بار هيساوي كام؟ هيساوي بوينت 33.2 كيلو نيوتن. 332 من 1000 كيلو نيوتن. بس يبقى انت كده البار بتاعك ده خلاص انا خلصت منه الوحدة مكافأة عندنا. طيب ماشي، تعالى بقى هنا في الشيت بتاع المعايرة ده يا اخوانا. شيت المعايرة اهو. ماشي. ده المفروض الراجل هو اللي بيجيبه لك. تمام، جاهز وكده. طيب انا دلوقتي جبت الكيلو نيوتن. خلاص عندي هنا، خلاص انا اتفقت ان هنا البور ديامتر بالملي زي ما هو حاطط، والافكتيف اريا اللي انا عايزها هي دي، اللغز كله في دي. تمام. خلاص انا حولت خلاص للكيلو نيوتن، وقلت ان انا، يبقى انت دلوقتي عندك ان الواحد بار ده هيساوي بوينت 332. تمام. ده الواحد بار. طيب كيلو نيوتن يعني. طيب من الكيلو نيوتن بقى للطن. ماشي. من الكيلو نيوتن للطن هيساوي كام؟ هتضرب في كام؟ هتضرب في بوينت 1019. تمام، اللي هو الرقم الكبير قوي ده. طبعا ده ناتج بقى ايه؟ عجلة جاذبية على مش عارف تقسمها على 1000 قصة كده. المهم ان انا عايز الرقم ده في الاخر. ماشي. لان ده وحدة قوة وده وحدة وزن. تمام. طيب انا كده حولت برضو للطن. تمام، قربنا، احنا عمالين نقرب. طيب عايز احول من الطن، تمام، للكيلو جرام على السنتيمتر المربع. او مش كده بقى، القصه بقى كلها في ايه؟ لا احنا هنحول من الكيلو نيوتن للكيلو جرام على السنتيمتر المربع. طيب هو انا ليه اخترت الطن؟ اولا لان الطن ده هو وزن اللودر اللي انت هتحطه على البليت. ماشي. وزن اللودر اللي انت هتحطه على البليت، وبالتالي هو ده الوزن اللي انت المفروض، تمام، زي ما اتفقنا كده، اللي انت هتحطه على الايه، على البليت، اللي هو المكافئ بقى، اللي هو اللي انت المفروض هيحصل رياكشن، رد فعل لاعلى. ماشي. الاعلى ده هيلاقي ان هو اقوى من التربه، فيرد لك فين؟ تحت الايه؟ لاسفل. ماشي. طيب فانا دلوقتي عايز احول للكيلو جرام على السنتيمتر المربع. هتعمل ايه؟ طبعا في هنا سنتيمتر مربع، خلي بالك، يعني في اريا، بس الاريا بتاعت المره دي بقى اللي احنا هنستخدمها هي اريا مين؟ اريا البليد. انا خلاص انا اتخلصت خلاص من البستم والسائل وكل القصص دي. تمام. في برضه حاجه بس عايز ارجع لها تاني. هو انا ليه جبت الطن؟ ما هو الطن ده لو انت بصيت هنا في معايره الجهاز اهي، هي دي معايره الجهاز. قال لك لكل بار ده الطن المكافئ بتاعه. تاخد بالك؟ يعني 50 بار يبقى الطن ده مكافئ ليها. فكان لازم ان احنا نحول البار ده لمين؟ للطن. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اجيب ستريسز بالكيلو جرام على السنتيمتر المربع. لان انت اصلا عندك في تقرير التربه، هو بيقول لك ان البيرنج كاباستي، ماشي، اقصى اجهاد تتحمله التربه او الاجهاد التصميمي اللي هو كيو الاوبل اللي احنا كنا بنحسبه زمان في الاساسات. ماشي. هيقول لك مثلا 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. بس ده خلي بالك ده كيو الاوبل. يعني الكيو الاوبل ديت اللي هي اللي بتساوي كيو التيميت على فاكتور اوف سيفتي اللي هي مثلا وليكن 3. انت بتاخدها يا اما 3 يا اما 2 يا اما 1.5 على حسب الحالات التحميل اللي عندك.
ماشي، وليكن مثلا 3. طيب هو بيقول لك ان انت المفروض طبقا للكود المصري، طبقا للكود المصري بتاع الاساسات، ان انت بتحمل بثلاث مرات الحمل التصميمي. يعني انت من الاخر كده هتحمل بالكيو التيميت، مش هتحمل طبعا بالكيو اللاوبل، بالكيو التيميت. يعني من الاخر كده هتعمل ايه؟ هتضرب الكيو اللاوبل اللي هو التصميمي ماشي في 3. تمام. مثلا 1.5 في 3 طلع لك كام؟ طلع لك 4.5. يبقى انت هتحاول تحمل لغايه 4.5. 4.5 دي بتساوي كام؟ يعني هي ما بين هنا وبين هنا كده تساوي كام طن؟ وليكن مثلا قول 3.1 طن. هي دي بقى فايدة الايه؟ فايدة الطن عندنا. يبقى انت المفروض ان انت هتجيب معدة وزنها 3.2 3.5، المهم ان يكون وزنها اكبر ماشي من البيرنج كاباسيتي ده، عشان طبعا ما انت ما تعملش رياكشن يرد لك في اللودر فوق يرفعه، يبقى انت كده استفدت ايه؟ انا عايز حاجة اقوى من التربة. ماشي. طيب خلاص كده خلصنا الكيلو جرام على السنتيمتر المربع ده. قلنا ان احنا خلاص هنقسم على مين؟ على البليت اللي عندنا. خلاص كل ده خلاص، كل سنه وانت طيب. ماشي. طيب انا بقى في المواصفه عندي الاس تي ام او الدن، احنا اتفقنا ان احنا شغالين هنا مثلا بالميجا نيوتن على المتر مربع، اللي هي نيوتن على الملي متر مربع، اللي هي الميجا باسكال. ماشي. فعشان كده هنقسم باللي هو النواتج اللي طلعت لي بالكيلو جرام على السنتيمتر مربع دي، هقسمها على ايه؟ هقسمها على 10. صح كده؟ طيب. طب انت لو بتستخدم طبقا للاس تي ام او الدن، انا يا سيدي مثلا عايز استخدم مثلا قطر 30. قال لك قطر 30 ده اهو ماشي، اخرك فيه لغايه بوينت نص. طبعا زي ما انت عارف ان انت بتحمل طبقا للكود الجديد لودنج، ثم اللودنج اللي بنقول عليها سايكل 1، وبعد كده سايكل 2 لودنج مره تانية. تمام. قال لك ان انت هتوصل لي لكام؟ لبوينت نص ميجا نيوتن، ميجا باسكال. نص ميجا باسكال. ماشي. طبعا زي ما انت عارف انت بتحمل في اللودنج 6 مراحل. تمام. اقل حاجه 6 مراحل، ممكن تحمل 7 8 10 ايا كان، بس اقل حاجه قال لك 6 في اللودنج 3، وفي اللودنج بتاعت السايكل الثانيه 6. تمام. المهم ان انت توصل لي بس هنا انا عايز نص. نفس القصه هنا بوينت 420، ممكن نص عادي مفيش مشكله، مش هتفرق يعني. تمام. طيب تعالى هنا. خلاص خلصنا هنا اللي حولناه خلاص للميجا الايه؟ للميجا باسكال، بان احنا قسمنا على مين؟ قسمنا على 10، حولنا من ايه؟ من الكيلو جرام سنتيمتر مربع للميجا باسكال. ماشي. طيب بعد كده بقى هنخش بقى على الشيت بتاعنا العادي. خلاص بقى كده الحسابات بتاعتنا ماشي، اللي هو الشيت دوت. تمام. عندك بقى البار واللود والستريس، كل القصص دي. طبعا انت عندك بقى القرايات اللي انت بتقراها ماشي، وانت تحت اللودر بتقرا بقى العدادات، تيجي طبعا هنا تطرحها من اول قرايه هنا. ماشي. وبعد كده عشان تجيب السيتلمنت ماشي، بتضرب بقى ايه؟ بتضرب القرايات دي كلها في دقه الجهاز بتاعك، تاخد طبعا الافريج وكل القصص اللي احنا قلناها. وبعد كده بتجيب بقى الاي 1 والاي 2، وتقسم بقى الاي 2 على الاي 1، وتشوف بقى درجه الدمج هل هي في حدود المسموح بها ولا لا. تمام. كده الحمد لله احنا خلصنا القصة بتاعت المعادلة ديت. اتمنى انكم ان شاء الله استفدتوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.